أن الله تعالى قد وهب كل شيء من خلقه، الجمادات والسوائل والغازات، السحب، الرعد، البرق، النباتات، الحيوانات، كل هذا الخلق له قدر من الوعي والإدراك والشعور والانفعال والقدرة على التعبير. وهذا الخلق يعبد ربه عبادة لا نستطيع أن نفهمها. يعني العلماء الآن يقولون أن نقلة الإلكترون من مستوى إلى مستوى حول نواة الذرة تختلف نبراتها. حينما ضخمت هذه النقلة أو النقلة من مستوى إلى مستوى، وجد أنها لها نبرات مختلفة. مع تضخيمها وسماعها تأكد العلماء بأنها لغة تعبر عن إيه؟ لابد أنها تعبر عن شيء من تسبيح الله وحمده وذكره ويعني الخضوع له. Do the evil eyes, huh? Give him the evil look.